لعشاق المكرونة بقى النهاردة جمعتلكوا 4 طرق أحلى من بعض. هنبدأ كده بأول طريقة وهي البولونيز أو مكرونة باللحمة المفرومة. جبت وok كده، حطيت فيه شوية زيت ومعلقة سمنة، ونزلت ببصلاية مبشورة كبيرة. هشوح فيها كده لحد ما تدبل شوية صغيرين، بعدين هنزل عليهم بجزراية مبشورة. اشوح الاتنين مع بعض لحد ما يدبلوا شوية، مش هحمرهم. لما يدبلوا شوية ويوصلوا للمرحلة دي هنزل عليهم بنص حتة فلفل أحمر، وممكن يبقى مفروم عادي. هشوح بقى فيهم كلهم كده مع بعض، وبعدين هنزل عليهم باللحمة المفرومة. يفضل اللحمة المفرومة تكون مش مجمدة عشان ما تكتلش منكم. هشوح فيهم كده مع بعض لحد ما اللحمة تغير لونها، بعدين بقى هنزل عليهم بفصين كده من الثوم، واشوح بقى كل الكلام ده مع بعض. هنزل عليهم بقى بنص معلقة فلفل اسود، وهظبط الملح، وهحط نص معلقة سبع بهارات. في نفس الوك كده بقى جبت شوية زيت، وهحط بصلاية تاني صغيرة مبشورة. هحط عليها معلقة سكر كبيرة، وهسيب بقى البصلة تتحمر لحد ما توصل للون الذهبي والسكر يتكرمل. لما بقى توصل للمرحلة دي هحط عليها معلقتين صلصة كبار. دول كانوا معلقتين مش مليانين قوي، والطماطم عندي ما كانتش حمرا فزودت معلقة كمان. هديهم بقى تقليبة كده مع بعض، وهنزل عليهم بالطماطم. حطيت عليهم بقى نص معلقة كمون، ونص معلقة فلفل اسود، معلقة متوسطة من الملح، ونص معلقة كزبرة. هقلبهم كده مع بعض واسيبهم بقى يتسبكوا، ولما تتسبك هنزل عليهم باللحمة المفرومة اللي عصقتها. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده غلوتين، وبس كده يبقى عملتوا احلى طبق مكرونة باللحمة المفرومة. وبكده نكون خلصنا اول طريقة. لو لسه بتتفرجي وما عملتيش لايك وسبسكرايب، يا ريت تنزلي تعملي لايك وسبسكرايب. نخش بقى على الطريقة التانية. دي مكرونة بالفراخ والكريمة. في حلة كده جبت معلقة سمنة وشوية زيت، معلقة صغيرة سمنة وشوية زيت. حطيت عليهم بصلاية مبشورة، بصلاية كده وسط. هشوح كده فيهم شوية لحد ما ريحتها تطلع، وبعدين هنزل عليهم بشوية كده فراخ مقطعهم شرايح رفيعة. الكمية اللي انتوا عايزينها براحتكم. هنزل عليهم كده برشة فلفل ابيض او اسود، انا حطيت من الاتنين. وهحط ربع معلقة مرقة فورية ونص معلقة بابريكا. هشوحهم كده مع بعض لحد ما الفراخ تستوي، بعدين هنزل عليهم بكيس صلصة. كمان هحط عليهم كده نص كوباية من مية سلق المكرونة. هتقل الصوص وهتخليه حلو قوي من غير ما نحط اي نشا او اي حاجة. نزلت كمان عليهم بنص كوباية كده من الكريمة. كل ما تزودوا كريمة كل ما بتبقى حلوة قوي، فحطوا كريمة الكمية اللي انتوا عايزينها وبراحتكم. طريقة سهلة وسريعة جدا، بس انا كده يعتبر خلصت. هنزل بقى عليهم بمكرونة سلقاها 90% سوا، مش دايسة عليها جامد. هقلبهم مع بعض واسيبهم شوية لحد ما المكرونة كده تشرب من الصوص، وهظبط بقى الملح بتاعها. وبس كده، دي كانت تاني طريقة سهلة وسريعة وحلوة جدا. ندخل بقى على الطريقة التالتة، مكرونة ال10 دقايق. كان عندي كده شوية سجق، طلعتهم شوحتهم من غير اي دهون، هو نزل الدهون بتاعته. حطيت عليه كده كوبايتين من المكرونة، وحطيت بصل وفلفل الوان وزيتون وطماطمايه مبشورة. حطيت عليها معلقة صلصة كبيرة ونص واحدة ماجي، وملح وفلفل وكمون، ربع معلقة كده من كل حاجة او نص معلقة. نزلت عليهم بكوبايتين من المية وعملتهم معاملة الرز، هوطي عليهم واسيبهم يستووا. وبس كده، اسهل مكرونة والطعم تحفة. ندخل بقى على الطريقة الرابعة، مكرونة بالبينك صوص. في الاول كده هتبل الفراخ، هحط عليها فلفل اسود وزعتر وبابريكا ومرقة فورية وتوم باودر وبصل باودر والملح، نص معلقة من كل حاجة. حطيت عليهم كمان معلقة دبس رمان ومعلقة صويا صوص. هسيبهم مع بعض كده يتبلوا شوية عقبال بقى ما اجهز للمكرونة.
في طاسة كده جبت شوية زيت، لما يسخنوا هنزل عليهم ب3 طماطميات قطعهم كده بالنص، وهحط عليهم نص حباية من الفلفل الأحمر و3 فصوص توم. هسيبهم بقى يستووا مع بعض لحد ما كل حاجة تدبل وتستوي. لما الطماطم هنا استوت ودبلت القشرة هتتشال معايا بكل سهولة. هشيلها عشان ما يتضايقنيش في الأكل، وممكن كمان اشيل قشرة الفلفل الأحمر. هنا التوم معايا استوى هو الفلفل والطماطم، هاخدهم بقى اضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر وارجعهم تاني على الطاسة. هحط عليهم معلقتين صلصة ورشة فلفل اسود ورشة زعتر، ربع معلقة من كل حاجة، وهظبط الملح، وهحط عليهم نص كوباية كريمة. نزلت كمان بشوية كده من مية سلق المكرونة. هقلب بقى كل دول مع بعض واسيبهم كده لحد ما يتسبكوا. لما تتسبك بقى هنزل عليهم بالمكرونة، برضو سلقاها 90% سوا علشان تشرب من الصوص وما تعجنش. لما شربت بقى الصوص نزلت عليهم كده بشوية جبنة موتزاريلا وسبتهم كده لحد ما مسحوا مع بعض. هشوح بقى كمان الفراخ في شوية زيت ومعلقة سمنة 3-4 دقايق كده على كل وش. وبس كده يبقى خلصنا ال4 طرق. جربوهم وقولولي رأيكم، ولو عجبوكم ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. باي.